السيد رئيس الإخوان المستشارين المحترمين المستشارات المحترمات، أريد أن أسألكم، يعني هل هنالك من حزب كان يجب أن يكون مستعجلا لإجراء هذه الانتخابات أكثر من هذا الحزب؟ ودابا واخا غير باش يكون عندنا حتى حنا شي نصيب معكم في هذه الغرفة هذه. ولكني اللي عطى الله واعد، أنا ظنيت، وهذا الكلام غنقول لكم بصدق قلتو لجلالة الملك، أنا ظنيت غير غنكملوا الانتخابات تعيين الحكومة نصبحوا كنوجدوا لهذه الانتخابات الأخرى، لأنه جلالة الملك كان قال باللي كل شيء خصو ينتهي من هنا لاش نهاية دوجنبير. ولكن ملي بدينا كنتكلموا في الأغلبية ديالنا الكلام الأول بغينا من بعد غنتلاقاو مع الإخوان ديال المعارضة والإخوان ديال النقابات والجميع، ملي بدينا كنتكلموا شنو لقينا باللي كاين صعوبات حقيقية. أولا خصنا 7 العمليات الانتخابية: انتخاب أعضاء الغرف المهنية 4، انتخاب ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، انتخاب ممثلي المنظمات المهنية، انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية، انتخاب أعضاء مجالس العمالة والأقاليم، انتخاب أعضاء مجالس الجهات، انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. لقينا واحد المشكل، شنو هو الجهوية. قلنا واش السيد وزير الداخلية كان معنا واضح. بالمناسبة كنكرر لكم داك الشيء اللي قلت ليه واللي قلتوه في الأغلبية، أن هذه المرحلة ماشي وزارة الداخلية غتدبرها مع الأحزاب، هذه مرحلة غادي يدبرها رئيس الحكومة مع الأحزاب. ولكن ماشي أنا اللي تنوجد داك الشيء في الأول، راه كاين الناس كيوجدوه في الداخلية راه إدارة وتابعة ليا. دابا باش تكون الأمور واضحة في الدين ديالكم وديالو وديال كل واحد باسمه. أنا طرح علينا واحد الإشكال، قال لك اودي الناس تيقول لكم إلا بغيتيو نديروا جهوية بحال اللي كانت، نخليو القوانين اللي كانت، ممكن نديروا الانتخابات من هنا حتى في سبتمبر. ولكن إلا بغيتيو نصحوا الوضعية ديال الجهوية، لأنه اليوم الدستور كينص على الجهوية الموسعة وبغى يعطيها وعطاها صلاحيات موسعة وعطاها إمكانيات موسعة، وهي والمركز عندها صلاحيات خاصة بها، والمركز عنده صلاحيات خاصة به وصلاحيات مشتركة، وبقي حتى حاجة من هذا الشيء ما تحسمات، حتى حاجة من هذا الشيء باقي ما تحسمات. وهذا الشيء هذا باش انتم دابا شوفوا غير واحد القضية، انتم راه باقي عندكم دابا حصة تشريعية، شوفوا غير قانون بحال هذا ديال التعيين في المناصب العليا شحال خدا، وحنا واقفين عليه، الدولة واقفة عليه. المفروض انتم المستشارين تقولوا من السيبيه ديال لا ما نخرجوش من هنا تنصوتوا ماشي اليوم، شحال هذه تنصوتوا على هذه الوثيقة لأن الدولة ديالنا ما شكيت. لا ماشي ما عرفت غير باغي نقول لكم القانون ديال المالية 5 شهور وحنا كنتسناو العمل التشريعي ثقيل، وهذا العمل هذا باش نمشيو في الاتجاه ديال الجهوية خاصو وقت كبير باش نديروا الاختيارات وبطريقه تشاركيه. لان اسمحوا لي بالجهويه كاين اشكاليات، كاين جهه قلنا واش نمشيو في 12 اللي اختارت اللجنه ولا 16 اللي كاينين ولا اكثر، كاين حساسيات، كاين اشكاليات، كاين حنا غنديروا الاربيتراج. ولكن واش غدير الاربيتراج بلا ما تشاور مع الناس؟ شحال خصك ديال الوقت؟ انا عيطت لجلاله الملك قلت له سيدي بكل صراحه راه ما يمكن ليناش نديروا الانتخابات من هنا لديسمبر، ما يمكن ليناش، اللي عطى الله هو هذا تاع الكلام. شكرا. ولهذا هو سي العنصر في الحوارات ديالو معنا تيجيب واحد لاجوندا ديالو، تيبدا يقول حيت قال لك واحد الاخ واش عندك الشجاعه او دي هذه الشجاعه ديالي ما تبقاوش تسولوا عليها بزاف،
كل واحد كيسولني واش عندك الشجاعه ديال باش انا راه شجاع شويه ماشي بزاف. واش عندك الشجاعه باش تقول لنا لاجوندا؟ علاش غنخبي عليك اخويا؟ اش غنربح؟ المشكل ماشي هو واش عندي الشجاعه ولا ما عنديش. من الناحيه العمليه السي العنصر تيقول لنا في الاغلبيه نقدروا نمشيو هذا الشيء من هنا لجوان 2013. انا غنقول لكم ما كنظنش من هنا لجوان 2013، ما كنظنش، ما كرهتش، ما كنظنش من هنا لجوان 2013 نكونوا الى من هنا الى من هنا اسمعوا مزيان الاخوان، الى من هنا لسبتمبر 2013 ولا ديسمبر 2013 استطعنا باش هاد الانتخابات نكملوها. انا غادي نكون مسرور. واني بغيت نقول لكم واحد القضيه. الخطاب ديال جلاله الملك جا في واحد الظروف، خليونا نكونوا واضحين نقولوا الامور ما لنا ياك لاباس. جا في ظروف سياسيه كانت صعيبه وكان خاص توجه، لانه حتى الانتخابات ديال البرلمان عملناها قبل من الوقت ديالها بسنه تقريبا، وحنا كان من راينا ان نؤجلها. كنا كنقولوا ما كاين علاش حتى يجي الوقت ديالها الطبيعي، ولكن الراي ديال جلاله الملك مشى في الاتجاه ديال انه نعملوا الانتخابات في هذاك الوقت، باعتبار انه الاشكاليات اللي كنا كنعيشوها بالمناسبه ديال ما يسمى بالربيع العربي وداك الشيء افادت انه كل المؤسسات يجب ان تتبدل وتتغير. الذي وقع ولله الحمد ونحمد الله ونشكره، وانه رغم كل ما يقال انه الظروف السياسيه من بعد ما تبدل البرلمان تغيرات. فنحن امام خيارين، يا اما غنديروا هذا الشيء بسرعه يا اون باكلي. وكنا درنا قبل من الربيع العربي ورش مهم جدا ديال الجهويه، وبغينا نعطيو الصلاحيه لان هي اللي منسجمه معنا حنا المغاربه. هذه القضيه ديال المركزيه راه ما شداتش. الناس باغيين يدبروا شؤونهم لريوسهم. خاصكم تعرفوا راه هذا هو المغرب. قراو التاريخ، شوفوا المعركه ديال تطوان واخا خسرناها مع الصبليون، كان الجيش مكون من الفيلق ديال عبده ودكاله وهلفاس وتطوان، فهمتيني ولا لا؟ وكل واحد هكذا. كانوا المغاربه كانوا ملي واش كان عندهم جيش مركزي؟ دار المخزن راه كان فيها 100 ديال الناس ولا ما كاينينش. كان ملي كيبغيو الجيش كيصيفطوا للقبائل تيقول لهم راه غنديروا حرب في البلاصه الفلانيه وتيجيو، والاخرين مدبرين شغالاتهم، دكاله مدبرين شغالاتهم، عبده مدبرين شغالاتهم، من الغرب مدبرين شغالاتهم. دابا اللي ولا هذاك الشيء مركزي راه ما بغاش يتبشى. خاص عاوتاني كل جهه تدبر شغالتها ويتفاهموا كل واحد مع راسو بالطريقه ديالو بالثقافه ديالو. ما لنا حنا خويا ندخلوا في الضيق. وهذا الشيء هذا كيقتضي انه في نفس الوقت اللي خصنا نمشيو في الاتجاه ديال الجهويه، في نفس الوقت خصنا نحافظوا على الدوله ديالنا وعلى الامور الاساسيه، وذاك النقل ديال الصلاحيات يتم بواحد الطريقه تدريجيه باش ما نوصلوش شي امور ماشي هذيك. هذا الشيء كيتطلب وقت، وحنا اللي تحملنا المسؤوليه السياسيه، امام جلاله الملك وقلنا ليه، وتحملنا المسؤوليه السياسيه الان من خلالكم امام المجتمع المغربي وتنقولوا له ما هذا الشيء اللي كاين. انا قلت لكم قبيله ما تنخافش من الازمه، ماشي زعما لا، ولكن كنقول حتى واحد ما تيبغي الازمه، الله ينجينا وينجيكم منها. ولكن الا جات وتعاملتي مع الازمه بوضوح بصراحه بصدق، وهذه هي الاخلاق اللي كنا عايشين بها. هذا الخطاب اخلاقي ربما، ولكن انا كنتساءل تحيدات الاخلاق من الخطاب ديالنا اش غيبقى لنا؟ حنايا دوله ديال خصنا نكونوا ديال المعقول وديال الوضوح وديال الصراحه، ولكن هكذا ان شاء الله الرحمن الرحيم موحدين. يعني جنوبنا وشمالنا وشرقنا وغربنا وريفنا وصحراؤنا واهل مدننا واهل قرانا ملي يشوفوا الاخلاق ديال الاخوه والمعامله على ذاك الاساس، حتى حاجه في هذه الدنيا ما تغلبنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا.